معانا أستوجة ستيز بيستاشيو. أستوجة ستيز بيستاشيو. أستوجة ستيز بيستاشيو. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بقى انتوا مش متصورين انا كنت لسه راجع من فين؟ راجع لسه من تمرين السباحة. النهاردة كانت الدنيا عمالة تشتي علينا واحنا في المية، وانا طلعت بردان، وخطرت في دماغي ان احنا ناكل من عند بيه لبن. انا هجرب معاكم النهارده الحاجات بتاعة الترند بقى. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت. عايزين اعمل لكم فيديو وانا رايح يوم تمرين السباحة بقولولي. دلوقتي احنا هنفتح مع بعض الطعمية، وفي ناس حلوة والله. بصوا كده باين عليها اللي هي فيها فستق، والايس كريم باين عليها. نشوفوها كده مع بعض من النص. باين عليها اللي هي بسكوت اهي من جوه كده اهي. ايس كريم على فستق على بسكوت لوتس. تعالوا نجربوها كده، ناخدوا حتة نجربوها مع الصوص بتاعها اهي. صوص الشوكولاتة قدامكم اهو. جامدة بصراحة، جامدة بالصوص الشوكولاتة، جامدة. خدوا كده اهو. ايه رأيك يا بابا؟ والله يا عمر، هي حلوة مش وحشة مش بطالة، بس بالنسبة لسعرها اوفر قوي. والخامات انا ما اعرفش انت عاجباك، انت بالنسبة لك انت عشان بتحب الايس كريم، لكن انا بالنسبة لي هو البسكوت اللي بره ده بسكوت عادي جدا يعني. ولو في بسكوتات مصري بجودة احسن من كده مصري، هو ده اكيد بسكوت مصري مش لوتس. على السعر ده المفروض يبقى لوتس. وحتى صوص الشوكولاتة برضو الخامة بتاعته مش حلوة. عرفنا رأي بابا في الطعمية. هي ما عجبتوش بس عجبتنا أنا، يعني هي أذواق، مش يعني حد تعجبه لازم تعجب التاني. احنا معانا شوكولاتة أشطوطة ورز. دلوقتي بصراحة أنا مش عارف الاسم الغريب ده، مسمينا حاجة غريبة أوي يا جدعان والله. مش عارف، أنا استغربت نفسي. جربوها بقى مع بعض، نطلعها كده. معلقتين، مش جاي معاها أي حاجة، هي لوحديها كده. بص الشكل اهي. جربوها بقى مع بعض. بسم الله. عبارة عن شوكولاتة، كريمة، بسكوت، طعمها حلو، شغالة يعني بس مش قوي. تعالوا ندوق مع بعض معلقة مع بعض كمان. أكيد في حاجة أنا موصلتهاش عشان هي جواها المفروض رز بلبن. باين الرز بلبن اهو. هو مش هو رز بلبن عادي، مش يعني ده فيه حاجة، يعني هي حلوة. خدوه كده يا بابا. بصوا بعد كل ده، ايه رأيك بقى يا بابا بعد العيلة ده طعم؟ والله انا شايفها احسن من اختراع الطعمية ده خالص، يعني هي عبارة عن وأنا طبقة. برضه رأيي كده. تمام. طبقة شوكولاتة بيضة مع عليها بسكوت أوريو، عليها كريمة، عليها القشطوزة دي أو بعد كده الرز بلبن. صراحة جودتهم مع بعض والميكس كله جامد صراحة. لا حلوة. مم. تمام. خش على بعضه يا عمر. يلا معانا أشطوطة مش أشطوطة. ايه الأسامي الغريبة دي يا بابا؟ والله يا ابني أنا حفظته لك بالعافية. والله مش عارف، هو احنا في حصة جغرافية دي ولا ايه؟ دي اللغة المصرية القديمة. عندك حق والله. ماشي يلا خش على اللي أنت معاه. ماشي. احنا معانا أستوجة ستيز بيستاشيو. أستوجة ستيز بيستاشيو. مم.
استوجا، ستيس، بيستاشيو. والنبي هو اللي لا عمر، اسمها. انت كده هتودينا حتة تانية خالص. أسطوجة. انت غلطتني في اسمها. مش عارفين يا جدعان، احنا بقالنا قد ايه مش عارفين انا تعبت. كل شويه نوقف الفيديو نعيدوه، نوقف الفيديو نعيدوه، لا هو تعبت. اسم عايز كتالوج صراحة. يلا يا عمر ابدأ. يلا بقى نجربها مع بعض. انا معلقتنا حلوه. يلا بقى نفتحها كده مع بعض. اهي فتحها ايه صعب، مليانه لبن وغيرت الدنيا. بصوا بصوا كده المنظر من جوه. يلا ناخد معلقه تانية كده عشان نستطعموها. دي شوكولاته بيضة، مش شوكولاته هي بتاعتنا الكاكاو الاسود، وطعم الفستق باين فيها مع الكريمه. خد كده تجرب انت كمان يا بابا. بعد اللي بابا ده ايه رايك يا بابا؟ بعد اللي بابا ده 50 معلقه. لا حرام عليكم، هما 5 بس. بس انا ماشي. عشان اوصل ايه هو ده صراحة، والله هو مش شايفها قيمة مقابل سعر يعني. يعني هو هي المفروض هي فيها البيستاشيو فيها. كويسه بس السعر. هي سعرها غالي شوية على حكاية البيستاشيو ده. البيستاشيو ده نوع برضو مش خامته مش كويسة أوي يعني، مش أحسن حاجة. المفروض إن أنت اسم تستخدم خامات أحسن من كده. هي عبارة عن أشطوطة ورز بلبن برضو وصوص البيستاشيو وآيس كريم من فوق. هو اللي صح ده آيس كريم، بس هو يمكن عشان صح مننا شوية فالطعم كله دخل في الميكس ببعضه يعني. بس هي يعني مش هو باين حلوة على أوي. طعم الشوكولاته يا بابا. فيها شوكولاتة بيض. ميكس يعني مش جامد أوي، مش أجمد حاجة يعني. أنا دقت من بره حاجات احنا تانية. احنا بصراحه احسن حاجه كلناها لحد دلوقتي الشوكولاته والقشطوطه والرز. تمام، هو فعلا ده أحسن طبعا. يلا بينا على اللي هنشوف بعده. الأطباق التانية بقى وهنقول في الآخر إيه كانت أحسن حاجة اللي جربناها مع بعض. تمام. يلا بينا بقى. هي الطعمية اللي احنا بنسموها فلافل، والكشري بتاعهم هو اللي راكب الترند. بس الطعمية عجبتني أنا، بس ما عجبتش بابا زي اللي انتوا عارفين. نطلع أول طعم اللي هو المانجا، معانا النوتيلا هنجربوه بس مش دلوقتي. بقى كده على جنب في جلاش وفي مانجا وكريمة. تعالوا ندوق بقى عشان نعرفوا فيه ايه تاني. في تحت وفي كنافة زي ما انتوا شايفين اهي. ناخدوه كده الميكس كله مع بعض، المانجا والكريمة جلاش. بصراحة عجبني المانجا مع الكنافة مع الكريمة مع الجلاش، عاملين شغل جامد. بس مش أحسن حاجة بس حلو. في تحت كريمة باين برضو، مش فوق وتحت، مش فوق بس في تحت جلاش مع المانجا. عجبني أوي الصراحة، مش عارفة أقول لكم ايه. في رز بلبن أهو. هي بصراحة عجباني، بس هي كل الفرق بين المانجا اللي هي في مانجا هنا وفي هنا نوتيلا، يعني نفس كل حاجة مع الفرق النوتيلا. تعالى نشوف رأي بابا بقى معانا. اتفضل يا بابا، ايه رأيك بقى يا بابا؟ والله عمر هي حلوة. هو عبارة عن رز بلبن فوق كنافة فوق جلاش فوق نوتيلا يعني في نفس كريمة. يعني هو نفس نفس. مكونات اه المانجا بعد النوتيلا تمام. زي اللي انا قلت. بس انا ممكن اعملها لك في البيت يعني، واحلى من كده اه كمان. صح، عندك حق صح. بصراحة. انت بقى يقول لي ايه رأيك بقى في المنتجات كلها. انا كل اللي عجبني في المنتجات دي هي يعني هي الكشري حلو الحلو، بس اللي انا مش عاجبني فيها اللي هما كانوا بيقولوا اللي هو هيبقى فيها بسبوسه بس ما فيهاش بسبوسه. انا كل اللي عجبني اللي هي الشوكولاتة عجباني، والكشري حلو برضه. الشوكولاتة. اه بس الشوكولاتة هي اسمها كده يا بابا، الشوكولاتة تمام اه. صح؟ هي فعلا دي احسن حاجة فيهم، اللي هي ما تنسوش الشوكولاتة بقى اشطوطة. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والمتابعة والاشتراك وتابعونا ورن الجرس، واشوفكم في فيديو جديد.